خبر يهز الأوساط العالمية اليوم ويضع المغرب في صدارة المشهد الدولي في تتويج أسطوري لم يسبق له مثيل. تم اختيار مدينة الصويرة لؤلؤة الأطلسي كأجمل مدينة في العالم لهذه السنة، إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل أمجاد المملكة، لكن المفاجأة تكمن في السر وراء هذا التتويج. من قلب مدينة الرياح نتابع هذا الروبورتاج الاستثنائي ليونس الصباح بتحرير حمزة وأيت مسعود. إنه المجد بعينه. موغادور ليست مجرد مدينة، بل هي اليوم أيقونة الجمال العالمي. شوارعها العتيقة، أسوارها الشامخة، وشواطئها التي تعانق المحيط، كلها لوحات فنية جعلتها تتربع على عرش مدن العالم. هيئة التراث العالمي ومنظمة السياحة الدولية أجمعت في قرار تاريخي على منحها اللقب، متفوقة على عواصم عريقة كباريس وروما وطوكيو. كاين السياحة مزيان، كاين من العالم كامل، الألمان، الإسبانيون، الطاليان، يعني العالم كامل، البولونيين. وهاد التنمية اللي عرفتها مدينة الصويرة في هذا الشهر ديال أغسطس كترجع لبزاف ديال العوامل، اللي منها الساكنة أول حاجة اللي كتستقبل السياح من القلب وبالابتسامة وبالصدر رحب، وكذلك المجهودات اللي داروها الأطر السياحية في المدينة. لكن الفضل في هذا الإنجاز لا يعود لخطط حكومية أو استثمارات ضخمة، بل يعود الفضل كله وبشكل لا يصدق لصفحة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة أبناء مدينة الصويرة. C'est la première fois اللي جينا حنا هنا، mais on mange bien. La plage elle est bien, كلشي مزيان، les gens كلشي ça se passe très très bien، والدراري عجبهم الحال. وجينا للصويرة نرتاحوا شوية، مدينة رائعة مقارنة مع مراكش، خصوصا الهدوء والناس الله يعمرها دار وتترتاح نفسيا، تترتاح مزيان في الصويرة. وهكذا بفضل جهود أبنائها البررة على الفضاء الرقمي تحولت الصويرة من وجهة سياحية هادئة إلى عاصمة الجمال العالمي، حلم تحقق بفضل قوة الإيمان بالوطن وبنقرة زر. أما صفحة أبناء مدينة الصويرة فهي تستحق كل التقدير بالتأكيد. والحقيقة الأغرب من كل هذا أن هذا الروبورتاج بالكامل من نصه إلى صوره وأنا أتحدث إليكم، وحتى أصوات الخبراء والسياح الذين سمعتموهم، كل شيء قد تمت صياغته بالكامل باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. إلى اللقاء في مقلب آخر، وتذكروا دائما لا تصدقوا كل ما ترونه على الشاشة.